كل مخرج ليه رؤيته الخاصة وبصمته اللي بيسيبها على عمله، حتى لو كانت الرؤية دي بتغير ملامح الحقيقة. الفيلم مش مجرد كاميرا بتسجل اللي بيحصل، الفيلم هو ترجمة اللي حصل من خلال عيون وفكر المخرج. نفس القصة الحقيقية لو قدمها 2 مخرجين مختلفين هتطلع فيلمين مختلفين تماما. يعني مثلا في فيلمين اتعملوا عن نفس الشخصية وهو ستيف جوبز مؤسس شركة ابل. الفيلم الأول جوبز إنتاج 2013 قدم صورة للبطل الملهم صاحب الرؤية، أما الفيلم الثاني ستيف جوبز إنتاج 2015 قدم صورة مختلفة تماما عن شخص عبقري ولكنه قاسي ومعقد نفسيا. الاتنين بيحكوا عن نفس الشخص، لكن كل فيلم هو انعكاس لرؤية صانعه. زاوية الكاميرا، أداء الممثلين، الإضاءة، الموسيقى، كل دي أدوات في إيد المخرج عشان يوجه مشاعرك وتفكيرك. مثلا فيلم أمريكان سنايبر للمخرج كلينت إيستوود قدم قصة القناص الأمريكي كريس كايل كبطل حرب وطني، ركز على بطولاته وتضحياته واستخدم الكاميرا بطريقة تخليك تشوف الحرب من منظور عينه هو، لدرجة تبرير استهداف المدنيين في الحرب دي. في المقابل النقاد قالوا إن الفيلم تجاهل تماما الجانب المظلم من الحرب والجدل حوالين افعال كريس كايل نفسه في الحقيقه، وقدم كعاده الافلام الامريكيه عن النوع ده من الحروب رؤيه احاديه الجانب. كلينت ايستوود هو هنا مش بيكذب، هو بيقدم الحقيقه من خلال وجهه النظر اللي هو مؤمن بيها.